قال يا صاحبي خذ من أبياتي نصايح ثمان للدهر واحفظهن على ما يلي. وحفظ الناس ما جاء من حكيم الزمان وشل بالصوت. لا ضاقت عليك الفلي حروف شاعر، بفضل الله طليق اللسان لا قال قيله يثمن بالثمان الحلي. شوف ما يهنجم على خلق الله إلا الجبان، ولا يرى الناس من شقد لي إلا الدلي، ولا يسي نفسه المتسلط إلا المهان، ولا يرى نفسه إنه كامل إلا الخلي، ولا يحب الخبيث إلا خبيث الكيان، ولا يحل الحرام إلا الخسيس الصلي، ولا حدا يامن الدنيا وبطنه ملان، ولا حدا يفتجع من حد وبطنه خلي. تفاصيل الناس قصة الذئب الحسان لتخشرت في المواقف، تجرب المبتلي والعز حشمه، ومن طاع الهوى فيه بان والكامل الله، ولا كامل سوى الله بلي علان وفلان الفلاني فلان، والفرق شتان ما بين الرخل والطلي. ما يرخص الله غالي لو يضيق المكان، ولا يهين الرخيص الله ما غلي. والعرق دساس والشاهد عليه الحنان لحن لصلها، ودوى في الهوى ذي علي وانشرع في بطولات البطل باتمان يجره طرف ادراك بول جر الدلي. من حب ضحى ومن ضحى فلا حب صان، وما يصون المحبة غير كم منشلي. والله ساتر على خلقه وستره كنان من بعضها البعض، ولا كان بان القلي وختم الابيات دق العود بالصلجان. والهم صلي على طه الشفيع الولي.